السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم حبايبي النهاردة نعمل مع بعض الطعمية المصري بالفول المدشوش الخطير. اول حاجة حبايبي بنجيب الفول بتاعنا ننقيه كويس جدا ونغسله وننقعه ليلة كاملة او على الاقل كده 8 ساعات لحد ما يبقى يتكسر معانا ويبقى طري جدا. واثناء النقع بنغسله مرتين ثلاثة لحد ما المية بتاعته تكون رايقة جدا. بعد كده بنحضر المكون الاساسي والرئيسي اللي بيعتمد عليه كل المطاعم بتاع الفول والطعمية، وهو الكرات البلدي أو الكرات المصري بيسموه كده، اللي هو زي ما احنا شايفينه كده بيبقى زي عيدان البصل كده الأخضر، بس هو ملوش راس. بيبقى زي ما احنا شايفينه كده بالظبط. بنجيبه نغسله كويس جدا وننقعه مرة كده بخل وليمون لحد ما ينضف معانا ويبقى تمام. بعد كده بنبتدي بقى نقطع كمية منه على قد كمية الفول اللي عندنا. احنا هنقول كل التفاصيل اللي نتنجح عجينة الطعمية شكل ولون وطعم. هنبتدي ناخد كمية من الفوق من الكرات بتاعنا، ولازم الكرات يكون مغسول كويس جدا وتفتحي الورق بتاعه كده علشان ما يكونش فيه اي اتربة. هقطعه تقطيع عشوائي زي ما احنا شايفين لان كله هيتفرم. والمهم ما زودش الكمية ولا قللها كمان، يعني لو قللتها الطعمية بتاعتي هتبقى فاتحة قوي وشكلها مش لطيف. ولو زودت الطعمية بتاعتي هتبقى غامقة. اي خضار هنزوده في الطعمية، سواء كزبرة او كمان الكرات ده بيخلي الطعمية تغمق اثناء التحمير، ولو غمقت لونها بيبقى مش لطيف. احنا عايزين الطعمية بتاعتنا تكون لونها فاتح كده بستاج، يعني اخضر فاتح علشان ما تتسودش مننا اثناء التحمير، وكمان تبقى لونها ذهبي جلد كده وشكلها يفتح النفس. قلبت الكمية اللي انا عايزاها في نص كيلو الفول المدشوش اللي عندي، وابتدي بقى اسمي بالرحمن واروح احط المكونات بتاعتي كلها في الكبة كده على قد ما تاخد، وابتدي افرم. طبعا الفول لازم يكون يعني تنقي كويس جدا علشان ما يبوظش الكبة وعلشان صحتنا طبعا. ولازم يكون منقوع تمام جدا جدا، يعني ما ينفعش الفول يكون منقوع نص نقعة علشان ما يكونش مخرز معانا. هنبتدي نضيف بس مع نص معلقة من الملح على الكمية اللي انا حطيتها، والملح حسب الذوق. وبضيف كمان معلقتين 3 من المية كده علشان الكبة بتاعتي تتحرك، واحاول ما ازودش كمية المية علشان الطعمية بتاعتي ما تبقاش سايلة، لان لو سايلة مننا اثناء التشكيل هتتعبنا كمان واحنا بنشكلها. نحاول كده كل حاجة كده بالنظر، واحنا طبعا يعني كلنا نظر. هنبتدي نخفق بقى لحد ما نحصل على انعم حاجة نقدر نحصل عليها، لان نعومة عجينة الطعمية بتديلها هشاشة وبتخليها خفيفة جدا. اللهم بارك. بفتح الكبة بتاعتي وبنزل اللي على الجناب كده لحد عشان كل المكونات بتاعتي تنضرب كويس جدا. وابص كده بعينيا او بالنظر اشوف لون العجينة بتاعت الطعمية معايا، لو فاتح ممكن اضيف ورقتين 3 من ورق الكرات، لكن انا بعرف اظبطها بفضل الله يعني بالنظر، مش محتاجة ان انا اضيف من وقت للتاني. بحاول احط المكون من الاول وبيطلع معايا مظبوط، والملح تمام بمشيئة الرحمن، وكله بيبقى كويس جدا. كل شوية بديلها تقليبة كده لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزاه وتنعم معايا كويس جدا قد ما اقدر. كمان عجينة الطعمية مش بيضاف ليها أي إضافات تانية لو الكرات المصري متوفر. طيب لو الكرات المصري مش متوفر، هنعمل ايه؟ طبعا هو لو متوفر يبقى هو في كل الأطعمة اللي موجودة في البصل وفي الثوم، وكمان بناخد منه اللون الأخضر اللي المفروض بناخده من الكزبرة. شايفين اللون تبارك الرحمن؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه، مش عايزة اغمق من كده. هكمل بقى الفرم بنفس الطريقة، هحط ملح وهحط كمان معلقتين من المية كده، وابتدي افرم الكمية المتبقية عندي وهكمل بقى معاكم. طيب لو مش متوفر الكرات، لو مش متوفر الكرات المصري يبقى هستخدم بصلة متوسطة أقطعها 4 كده، وأستخدم حزمة كزبرة خضراء تكون مش كبيرة، وهستخدم كمان
3 4 فصوص من الثوم علشان اخد من البصل والثوم طعم الكرات، واخد كمان اللون الاخضر اللي الكرات بيديه للطعمية. شايفين يعني حاجة واحدة اللي هي الكرات بتحل محل 3 حاجات اللي هو الثوم والبصل والكزبرة. بعد ما فرمت الطعمية بتاعتي في الكبة الكبيرة كانت معايا مش أنعم حاجة، لأن الكبة دي فيها عيب للأسف إن السكينة بتاعتها مرتفعة شوية فما بتنعمش معايا الحاجات بالشكل كافي. فجبت الكبة الصغيرة كده علشان أديها خفقة حلوة وتنعم معايا عشان أحصل على الهشاشة بتاعت عجينة الطعمية اللي احنا بنحبها، وتبقى قلبها مفتح كده ومش مكتومة. ما شاء الله تبارك الرحمن. خلصت الكمية بتاعتي كده زي ما احنا شايفين، حاجة تحفة جدا. ما شاء الله اللهم بارك. لو مش عندك بقى فكرة الكبة دي، ممكن تجيبي المضرب بتاع البيض اليدوي وتدي لها خفقتين 3 كده بايدك علشان يتخللها هوا. وكمان بنقلبها كل الكمية مع بعضها علشان تديلنا لون موحد. يعني مثلا لو انت عملتي كبة فيها شوية كرات زيادة والتانية فيها حبة اقل، فكلها تبقى لون موحد. وبعد كده بتبتدي تعبيها بقى في علب التلاجة زي ما انت شايفة كده. لو متوفرة عندك، مش متوفرة، على اكياس التخزين عادي جدا بتاعت الاكياس اللبن، بتحطي في الكيس الواحد على قد الكمية بتاعتك واحتياج اسرتك. واللي بيطلع من الفريزر بيستخدم على طول، يعني بتسيبيها تفك على الرخامة. وبعد كده بنحط كل بقى المكونات اللي احنا عايزينها. الطعمية واحنا بنفرمها ما بنحط لهاش اي توابل، علشان احنا عايزين ريحة التوابل تطلع واحنا بناكلها، وفي نفس الوقت لونها ما يتغيرش وطعمها في الفريزر لو حطينا التوابل. بعد ما بنخزن الطعمية كده بنخرجها نحطها على الرخامة لحد ما تفك خالص، تاخد درجة حرارة المطبخ. عايزاها بقى تبقى هشة جدا، بتخرجيها بتحطيها في الكبة مرة، تضربيها كده دقيقة واحدة قبل الاستخدام. ده الكلام ده لما نكون عيناها في الفريزر، لكن لو هي فريش كده وهتعمليها بتعمليها على طول. بنضيف بقى التوابل بتاعتها. بتضيفي طبعا بيكربونات الصوديوم لو مفيش، اللي هي الكربوناتو. لو مش متوفرة عندك بتضيفي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وتضيفي كمان الكزبرة الكزبرة البودر. وكمان ممكن تضيفي بقى السمسم وحبة البركة على حسب ذوقك. وبتاكلي ألذ طعمية من ايدك كده ومن عمايلك نظيفة، معمولة في البيت بحب وبنظافة، منقية فولك ونقعاه كويس وغسلاه كويس. وكمان بتعمليها في زيت نظيف، وبتاكلي ألذ طعمية بألف صحة وهنا. وفوق ده كله ما بتبعتيش بقى حد ساعة السحور ينزل يجيبلك الطعمية من بره، ودي أهم حاجة طبعا. والنهاردة كان الفيديو بتاعنا عن عجينة الطعمية علشان سحور رمضان. اللهم بلغنا وإياكم الشهر الفضيل ونحن جميعا في أسعد حال. أشوفكم على خير ومع السلامة.